أهلا وسهلا بإخواتي وأهلي وناسي وحبايبي. صديق ليا بيقول لي سبت الشغل ليه؟ عدد كبير من الناس بيقول عبد الحميد مش بتاع شغل. قلت له طب أول نقطة، أنا قعدت في شغلانة حوالي 8 سنين. رحت الشغل الجديد، المشكلة مش في صحبات الشغل، بيكون ناس كويسة ومحترمة. المشكلة في اللي زيك، اللي ماسك الشغل وصحبات الشغل. ايه اللي حصل؟ ايديه طويلة وعايز يعلمني. يعلم مين؟ يعلمني انا. هو ما يعرفش انا مين. حاشا لله، انا جالي واحد، لكن سكة الحرام يكفينا شرها. اهلنا معلمينا ما نبصش في ايدي غيرنا، اللي في ايدينا بنحمد ربنا عليه. ماسك لك شغل، اتفقنا مع قرش مع بعضينا، خلاص انتهت. عارف لو عديت عليا بطيارة ما هبصش عليها، الحمد لله على اللي في ايدي، ما ببصش على اللي في ايد غيري. لكن لقيته بيتكلم معايا بيقول لي ده معاهم فلوس كذا، معاهم كذا، معاهم كذا. طب احنا مالنا؟ انا ابتضيت معاك، قلت لي يا عبد الحميد هديك كذا، خلاص مضينا على ورق واتفقنا على كذا، خلاص انتهت. مش مقضيني ابعت مش هيحوشوا. انا الفلوس دي مش مقضياني، والناس دي محترمه وطيبه جدا. طب لو ما بلغتش عنه هكون انا شريك معاه. ما احنا بنودي الورق مثلا لينا فلوس كذا او لينا حاجه كذا. ازاي انا احط فلوس مثلا فوق الفلوس، مثلا عليهم مثلا 500، احط عليهم كذا كذا كذا؟ طب ما انا هبقى كده انا مشارك معاه. لو ما قلتش ان الشخص ده مش كويس، اللي ستر ربنا ما تفضحوش ماشي، لكن بعيد عني ملياش فيه. لكن لما اكون معاك انا في الشغل، طب ما انا كده اكون شريك. يكفينا شر الحرام يا حبيبي، ملناش في السكه دي، انا ملياش، انت مع نفسك. لكن مش هينفع. بصيت لقيته كرهني في الشغل، ولقيته شخص مش كويس. لكن الحمد لله ان الواحد ملهوش في السكك الشمال. احنا متعودين ان احنا بنحمد ربنا على اللي في ايدينا. اتفقت على قرش معاك، انتهت. ما بصش على اللي في ايدك، ملياش دعوه انت دخلك كديه ولا كام. انا اتفقت معاك، لو ما معيش او الفلوس دي ما قضتنيش هبعت رساله ان الفلوس دي ما قضتنيش. ان انا لو ما بعتليش يبقى خلاص انتهت. هطلع صف معاك واقول لك انت من طريق وانا من طريق، لكن احنا ملناش في السكه الحرام. الحمد لله على نعمه الحلال، ولو هناكلها عيش بملح الحمد لله. ملناش في السكه دي. ادي كل اللي حصل معايا. سلام عليكم.